السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. النهاردة هنشرح الجزء الأولاني في مديول الإكسل، تحول رقمي عربي، تحديث سبتمبر 2024. هنكمل السلسلة بتاعتنا. احنا كنا شارحين قبل كده الباوربوينت، حلينا حوالي 225 سؤال. النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الأولاني في الإكسل، وبعد ما نخلص كل مديول هنحل إن شاء الله فيما يقارب 150 سؤال. أول حاجة، أول ما نفتح الإكسل دي شكل الواجهة بتاعته. آم، رقم واحد اللي هو مفتاح التحكم. الجزء ده اللي هو اسمه مفتاح التحكم، في ايه؟ في التكبير وفي التصغير وفي الاكس اللي هو خروج من البرنامج، تمام، والاستعادة والاغلاق. ده جزء مفتاح التحكم. بعد كده الجزء ده اسمه شريط العنوان اللي هو باللون الاحمر، تمام. ده بيحتوي على عنوان المصنف او عنوان الملف بتاعي. رقم 3 ده اسمه شريط وصول الادوات السرية اللي هو الجزء ده. الشريط ده فيه مجموعة من الأوامر، منها الحفظ والتراجع والإعادة، وفي جنبيه سهم. السهم ده فيه مجموعة من الأوامر الإضافية لو أنا عايزة أضيفها، وممكن كمان أرجع تاني الأوامر اللي أنا مش عايزاها للقائمة اللي هي اسمها more command. بعد كده رقم 4 الجزء الكبير ده كله اسمه الشريط. الشريط ده بيحتوي على مجموعة من التبويبات اللي أنا بستخدمها في تنسيق الملف بتاعي. بعد كده عندي رقم 5 الجزء ده هو اسمه مربع الاسم. ايه هو مربع الاسم؟ يعني انا لما اقف على اي خلية في الملف بتاعي، الخلية بيبقى ليها اسم معين. الاسم ده بيتكون فيما بعد هنقول من رقم الصف وحرف العمود، تمام. يا اما انا لو عايزة اسميه باسم معين بيظهر، فاذا مربع الاسم ده بيبقى بيظهر فيه اسم الايه، الخلية. بعد كده عندي رقم 6 ده اسمه شريط المعادلات اللي هو متلون باللون الازرق. اي معادلة انا بعملها على الخلية بتاعتي او في الملف بتاعي بتظهر هنا. بعد كده عندي رقم 7 ورقة العمل. ورقة العمل دي الورقة اللي انا شغالة عليها. رقم 8 شريط الحالة. ده بيعرض الحالة الخاصة بالشيء المحدد، ومن خلاله بقدر أتحكم في العرض بتاع الملف. لو أنا عايزة أعرضه بالصورة العادية اللي أنا الصورة اللي بقدر أعمل فيها تعديل، أو أعرضه بوضع تخطيط الطباعة. ده بيبقى وضع فيه تخطيط باللون الأزرق كده، وبيحدد لي حدود الصفحات وبيرقمه لي صفحة 1 صفحة 2 صفحة 3، أو العرض بمقاييس معينة، تمام. في بقى سؤال عندي هنا على شريط الحالة. بيقول لي ايه شريط الحالة؟ اللي هو status bar، هو الشريط الذي يعرض الحالة الخاصة بالشيء المحدد داخل ورقة العمل. طبعا الإجابة صحيحة واحنا كنا لسه قايلينها. بعد كده عندي خصائص ورقة العمل. ملف الإكسل هي عبارة عن مجموعة من الخانات. الخانات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أعمدة وصفوف، والتقاطع بتاعها بيديني خلية. الأعمدة دي بتكون مميزة بحروف، والصفوف بتكون مميزة بأرقام. تقاطع العمود مع الصف بيديني حاجة اسمها خلية. على سبيل المثال اللي احنا محددينها باللون الأحمر دي الخلية اسمها B2. اسمها جه منين؟ من رقم الصف بتاعها وحرف العمود. العمود بي والصف 2، ودي مهمة جدا عشان بتيجي عليها أسئلة، تمام. طب فبيقول لي هنا عدد أوراق العمل الافتراضية اللي هو number of default worksheets. بتحتوي ورقة العمل الواحدة في الإكسل 2019 على 16384 عمود وأكتر من مليون صف. والرقم ده نخلي بالنا منه عشان ممكن يجينا في الإيه، في الامتحان. طب بعد كده طرق العرض لأوراق العمل. طرق العرض هنا عندي 3 أنواع أو 3 طرق عرض مختلفة لورقة العمل بتاعتي. يمكن التبديل بينها عن طريق شريط أدوات طرق العرض في أسفل نافذة البرنامج زي ما احنا قلنا قبل كده. ده شريط الحالة أهو. ده من هنا أقدر أتحكم في طرق عرض الملف، وممكن من قائمة عرض، وممكن من إيه، من قائمة ملف. دول ال3 طرق بتوع إيه، عرض ورقة العمل. نتكلم بقى عن الأسئلة اللي جت على الجزء ده. السؤال الأولاني اختر الإجابة الصحيحة. الخلية B2 هي تقاطع A مع A. احنا قلنا B2 ده اسم الخلية، B ده عمود على طول، طالما حرف يبقى عمود، و2 ده طالما رقم يبقى صف، يبقى العمود B مع الصف 2. طب السؤال التاني عدد الطرق الأساسية لعرض أوراق العمل. واحنا قلنا ال3 طرق لعرض ورقة العمل، يا إما من شريط الحالة، يا إما من قائمة عرض، يا إما من إيه، من قائمة ملف. طب السؤال اللي بعديه يمكن تحديد كافة أوراق العمل في نفس الوقت من خلال تحديد كافة الأوراق، ولا تبويب مراجعة،
ولا كنترول زائد دي ولا الضغط على تبويب ورقة العمل؟ لا، الإجابة هي تحديد كافة الأوراق. هنا دي ورقة العمل. ورقة العمل دي أول ما أفتح الملف بتبقى عبارة عن ورقة واحدة. لو أنا عايزة أضيف كذا ورقة بقدر أضيف من إيه؟ من الجزء ده، بدوس دي معناها إضافة ورقة عمل. طب لو عايزة أحذفها أقدر أحذفها، عايزة أغير الاسم بتاعها أدوس عليها كليك يمين وأعمل لها تغيير اسم. طب أنا عايزة أبدل ورقة العمل التانية بالأولى بقدر أتحكم من خلالها، عايزة أعمل لها نسخ بقدر. فدي الإيه؟ الجزء بتاع ورقة العمل. يبقى يمكن تحديد كافة أوراق العمل في نفس الوقت، الإجابة من خلال إيه؟ تحديد كافة الأوراق. السؤال اللي بعديه، يحتوي الملصق الجديد افتراضيا على عدد إيه ورقة عمل؟ إحنا قلنا الملف الجديد في الإكسل بيحتوي على ورقة عمل واحدة، عايزة أزود بقدر. طب يحتوي النطاق ال11 ل N15 على 15 خلية. النطاق دي هي عبارة عن مجموعة او مساحة معينة في الشيت بتاعي. احنا قلنا الشيت بتاعي عبارة عن اعمدة وصفوف، فبيقول لي هنا العمود ال والصف 11 دي خلية معينة، والعمود N والصف 15 دي برضو خلية معينة. من الخلية دي للخلية دي بيديني مساحة معينة او نطاق معين. النطاق ده بيحتوي على ايه؟ 15 خلية. تمام. طب السؤال اللي بعديه طبعا الإجابة هتكون صحيحة. تحتوي ورقة العمل الواحدة على 16384 عمود، والرقم ده من الصفوف اللي هو أكتر من مليون صف. طبعا الإجابة هتكون صحيحة. يحتوي المصنف الجديد افتراضيا على ورقة عمل واحدة بتسمى ورقة واحد. الإجابة بتكون صحيحة. طب بعد كده عندي نتكلم بقى عن الجزء اللي هو اسمه الشريط اللي احنا شرحناه في الواجهة بتاعة برنامج الإكسل. احنا قلنا الجزء اللي هو اسمه الشريط بيحتوي على مجموعة من التبويبات، هنشرح دلوقتي بالتفصيل. عندي أول حاجة قائمة ملف، وعندي فيه 7 تبويبات بالترتيب كده: تبويبة الشريط الرئيسي، وتبويبة إدراج، وتخطيط الصفحة، تبويبة رقم 4 الصيغ، وتبويبة رقم 5 بيانات، ورقم 6 المراجعة، وتبويبة رقم 7 عرض. هنتكلم أول حاجة عن قائمة ملف. وقائمة ملف دي بتحتوي على مجموعة من الأوامر المهمة. في عندي حاجة اسمها الصفحة الرئيسية، وفي جديد لو أنا عايزة أفتح ملف جديد، أو فتح يعني لو عايزة أفتح ملف موجود بالفعل، ومعلومات، وفي حفظ لو عايزة أحفظ الملف بتاعي أو حفظ باسم. ومن هنا بقدر أحفظ الملف بتاعي بالاسم اللي أنا عايزاه وفي المكان اللي أنا عايزاه، وكمان ممكن أختار الامتداد وبناء عليه هيبقى نوع الملف، لو عايزة أحفظه كإكسل زي ما هو، أو عايزة أحوله لبي دي إف، أو أيا كان الامتداد الموجود. وممكن كمان احوله ايه؟ لاون درايف لو انا عايزه اخزنه على اون درايف، برضو من حفظ باسم. بعد كده طباعه ومشاركه وتصدير ونشر واغلاق. وفي عندي خيارات دي مهمه جدا بقى في الاكسل. دي بتميزها عن بقيه الملفات التانية، لان يبقى فيها شغل كتير معانا. خيارات منها بختار قوائم مخصصه بتمكنني ان انا اقدر اعمل كذا حاجه. طب وهنتطرق لها دلوقتي. لو انا عايزه اغلق الملف بتاعي بضغط على كنترول زائد F4 من الكيبورد. طب لو عايزه اغلق النافذه، يعني الملف اللي هو بتاع الاكسل كله، بنضغط على مفتاح Alt زائد F4. ونخلي بالنا من الاختصارات دي عشان بتيجي كتير في الامتحان. تمام. في قائمه ملف لما بدوس على خيارات بعد كده بتظهر لي القائمه دي فيها عام، وفيها مجموعة من الأوامر التانية، وفي حاجة اسمها تخصيص الشريط. تمام. طب لما بدوس على عام بتظهر لي الواجهة دي، من خلالها بقدر أتحكم في الأوراق المتاحة في الملف بتاعي من خلال الايتم ده اسمه يتضمن هذه الأوراق العديدة. بقدر أختار عدد الأوراق المتاحة في الملف. تمام. فدي مهمة جدا. يبقى خيارات وقائمة ملف، وبعد كده هختار عام، وبعد كده تضمن هذه الأوراق العديدة، بحط الرقم اللي أنا عايزاه. طب السؤال اللي جه على الجزء ده، يمكن تغيير عدد أوراق العمل الافتراضية من ملف، ثم خيارات، ثم يتضمن هذا العدد من الأوراق. طبعا الإجابة صحيحة زي ما احنا لسه شارحين. السؤال اللي بعديه، يمكن تغيير القيم الافتراضية لعدد أوراق المصنف الجديد من قائمة ملف ثم من تبويب عام. برضو الإجابة بتكون صحيحة. تمام. دلوقتي احنا لما كنا شرحنا قبل كده في الواجهه بتاعه الاكسل، الجزء ده اسمه شريط وصول الادوات السريع. في مجموعه من الاوامر اللي انا بستخدمها على طول فين؟ في الملف بتاعي، وجنبيه في سهم. السهم ده فيه مجموعه من الاوامر اسمها الاوامر الشائعه اللي هي مور كوماند. طب انا لو عايزه اضيف حاجه
في شريط وصول الادوات السريعه ومش موجوده في قائمه المور كوماندز، اعمل ايه؟ هدخل على قائمه ملف وهختار منها خيارات، ومن خيارات هختار حاجه اسمها تخصيص الشريط، وبتظهر لي النافذه دي. النافذة دي بقى بتبقى فيها كل الأوامر المتاحة اللي أنا أقدر أضيفها في شريط وصول الأدوات السريعة، أوامر كتيرة جدا، فممكن أختار منها أي أمر وأدوس عليه، يا إما دبل كليك يا إما أحدده وأختار إيه كلمة استيراد. طب أنا لو عايزة اخترت حاجة من هنا وبتنقل للقايمة دي، طب القايمة دي لو أنا عايزة أرجعها تاني بروح دايسة دبل كليك ترجع تاني، أو ممكن أعمل لها تصدير. يبقى الجزء ده بيمكنني إن أنا أقدر أي حاجة من الحاجات دي أضيفها في شريط وصول الأدوات الإيه السريعة. طب في سؤال على الجزء ده بيقول لي ايه؟ يمكن استيراد قوائم مخصصة او تصديرها في اكسل من خلال ايه؟ في تبويب ملف من خلال خيارات. عشان كده احنا قلنا ملف الجزء بتاع خيارات ده مهم جدا. طب نتكلم بقى عن الاسئلة الخاصة بقى بايه بقائمة ملف عموما. اول حاجة اختر الاجابة الصحيحة. السؤال الاولاني في اكسل، ما الذي لا يمكن تأمينه ضد حماية الورقة بكلمة مرور؟ لا يمكن تأمينه يبقى مستخدمون غير مصرح لهم بفتح الورقة. السؤال اللي بعديه، كيف يمكنك الوصول إلى القوائم المخصصة في إكسل؟ القوائم المخصصة في إكسل من خلال علامة ملف أو قائمة ملف. طب يمكن استيراد قوائم مخصصة أو تصديرها في إكسل من خلال إيه؟ في تبويب ملف من خلال خيارات زي ما احنا لسه قايلين. بعد كده سؤال صح أو غلط. يتم حماية المصنف ككل من تبويب عرض؟ الإجابة غلط. حماية يبقى من تبويب ملف. برضو من إيه؟ من خيارات بختار حماية. يمكن استخدام صورة كخلفية ورقة لأغراض العرض فقط، كما يمكن طباعة خلفية الورقة. غلط. أنا لما استخدم الصورة وأخليها خلفية دي بس بتكون ظاهرة لي أثناء شغلي على البرنامج، لكن وقت الطباعة ما بتظهرش. يبقى الإجابة خطأ، المفروض لا يمكن. طب يمكن تغيير عدد أوراق العمل الافتراضية من ملف ثم خيارات ثم يتضمن هذا العدد من الأوراق؟ الإجابة صحيحة. يمكن تغيير القيم الافتراضية لعدد أوراق المصنف الجديد من قائمة ملف ثم تبويب عام؟ الإجابة صحيحة. يبقى أنا أقدر أغير عدد أوراق العمل من يا إما ملف ثم خيارات ثم يتضمن هذا العمل، أو من تبويب ملف ثم إيه عام. تمام. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة عشان نقدر نستمر معاكم ونقدم لكم كل جديد بالنسبة للمديولات بتاعة التحول الرقمي عربي. تمام. دلوقتي هنتكلم عن التبويبة الأولانية في برنامج الإكسل، هو تبويب الشريط الرئيسي. أهم الأوامر الموجودة في تبويب الشريط الرئيسي احنا كنا تطرقنا ليها في المديولات اللي قبل كده، هنمر عليها سريعا وهنركز على الحاجات الخاصة بالإكسل. عندي قائمة حافظة فيها قص ونسخ ولصق. في عندي الخط اللي ليه علاقة بحجم الخط ونوعه وكمان اللون، اللون الخاص بالخط. طب بعد كده قائمة محاذاة ليها علاقة بالمحاذاة والتعداد النقطي. طب بعد كده الرقم دي من خلالها أقدر أتحكم في العلامة العشرية أو أحط نسبة مئوية، أو اللي هو لو عايزة أحسبها كمبلغ. يبقى الجزء ده من إيه؟ من رقم. بختار نوع الرقم اللي أنا شغالة عليه. بعد كده قائمة أنماط. قائمة أنماط دي هنجيلها بالتفصيل دلوقتي. هي فيها مجموعة من الأوامر المهمة زي تنسيق شرطي والتنسيق كجدول، وهنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. بعد كده في قائمة خلايا، دي فيها إدراج أو حذف أو تنسيق، ليها علاقة بالخلايا بتاعة الملف. طب في بعد كده تحرير دي فيها الجمع التلقائي، ودي مهمة نخلي بالنا منها عشان هيجي لنا سؤال بعد كده بيقول لنا في بعض الدوال الشائعة موجودة في قائمة أو في تبويب الشريط الرئيسي. طبعا عندي الجمع التلقائي من الدوال الشائعة بستخدمها كتير، فهي موجودة فين؟ في الشريط الرئيسي. بعد كده في تعبئة وفي نسخ وفي فرز وتصفية، ودي برضو أركز فيها قوي عشان دي بتتكرر معانا عندنا في تبويب الشريط الرئيسي وهتتكرر معانا تاني في تبويب بيانات. وفي عندي بحث وتحديد وفي وظائف إضافية. تمام. نتكلم بقى عن إيه؟ عن أهم حاجة بتميز الإكسل عن غيره، هو التنسيق الشرطي. يعني ايه تنسيق شرطي؟ هنقرأ دلوقتي التعريف. التنسيق الشرطي هو تطبيق تنسيق معين تلقائيا مثل اللون على خلية واحدة أو أكثر استنادا إلى قيمة الخلية على أساس شرط محدد للتمييز عن باقي البيانات. التنسيق الشرطي هدفه ان انا بميز خلايا معينة عن خلايا تانية علشان او بناء على شرط معين. ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي انا عندي مجموعة درجات من الطلاب،
في عندي ناجح وفي عندي راسب، فانا عايزه اميز الخلايا اللي هي فيها كلمه ناجح عن الخلايا التانية، فهستخدم حاجه اسمها التنسيق الشرطي. عايزه مثلا عندي ارقام معينه، عايزه الارقام اللي اكبر من 50 تبقى مميزه عن الارقام اللي اقل من 50، يبقى برضو اقدر استخدم التنسيق الشرطي. يبقى انا بميز مجموعه من الخلايا عن الخلايا التانية بناء على شرط انا بحدده، والشرط ده احنا يعني ايه هنشوفه دلوقتي عملي. دلوقتي احنا فتحنا ملف اكسل، هنطبق بقى عملي موضوع التنسيق الشرطي. بقف على خلية كده وابتدي ادوس على تنسيق شرطي، تظهر لي مجموعة من الحاجات اللي ممكن اختار منها. مثلا لو وقفنا على اول حاجه اللي هي قواعد تمييز الخلايا، هنلاقي اكبر من واصغر من. يعني مثلا انا زي ما انا قلت عندي رقم 50، عايزه الاعداد اللي اكبر من 50 تبقى مميزه بلون معين، من هنا اكبر من او اصغر من، تمام، او بين ما بين رقمين معينين، او يساوي رقم معين يتلون الخليه مثلا اللي بتساوي رقم 50 بس هي اللي تتلون باللون ده، وهكذا. طب مثلا عندي القواعد العليا والسفلى اللي هو احدث 10 عناصر، عندي مثلا تواريخ كتير مثلا لإدراك شركات أو أيا كان، فأنا عايزة أميز أجدد 10 عناصر من هنا. طب عايزة أقدم 10 عناصر من هنا، تمام. طب عندي هنا أشرطة البيانات، ممكن برضو هنا التعبئة المتدرجة ممكن استخدمها، مقاييس الألوان، وفي مجموعة كتير. يبقى الهدف من التنسيق الشرطي اللي أنا بميز خلية عن تانية بناء على شرط أنا بحدده. طب نتكلم بقى عن الأسئلة الخاصة بالجزء ده. عند السؤال الأولاني، يمكن تطبيق التنسيق الشرطي من خلال علامة التبويب إدراج؟ الإجابة غلط، من تبويب الشريط الرئيسي. لا يمكن تمييز أقدم 5 عناصر بالجدول بلون تعبئة معين؟ الإجابة هتكون خطأ. أنا ينفع أميز أي حاجة أنا عايزاها بأي شرط أنا عايزاه من خلال التنسيق الشرطي، يبقى الإجابة مفروض يمكن مش لا يمكن. طب الإجابة اللي بعد السؤال اللي بعديه، من أهم طرق التنسيق الشرطي قواعد تمييز الهوامش؟ غلط، قواعد تمييز الخلايا. طب السؤال اللي بعديه، التنسيق الشرطي موجود في مجموعة أنماط في تبويب الشريط الرئيسي؟ الإجابة صحيحة. بعد كده في عندي حاجة اسمها أداة التعبئة التلقائي اللي هي اسمها أوتو فيل. التعبئة التلقائي دي احنا هنشرحها عملي دلوقتي، بس هنقولها سريعا. أنا دلوقتي عندي رقم معين وعايزة أخلي بقية الخلايا نفس الرقم، أقدر من خلال حاجة اسمها التعبئة التلقائي. طب أنا عندي مثلا عايزة أعمل تسلسل من 1 ل100، مش هفضل أكتب 1 2 3 لغاية 100، لأ، يبقى ممكن أستخدم أداة التعبئة التلقائي وتساعدني في الموضوع ده، وهنشوف الموضوع ده دلوقتي عملي. دلوقتي احنا فتحنا ملف اكسل، هنطبق بقى موضوع التعبئة التلقائي عملي. لو احنا مثلا كتبنا رقم 1 في الخلية دي وعايزة أكرره في بقية الخلايا التانية، فأعمل إيه؟ هبتدي أقف على الخلية، وأول ما تيجي علامة الزائد دي هروح ماسكاها وأشدها لتحت كده، اتكرر الرقم بتاعي. طب ده اسمه نسخ. طب لو عايزة أعمل تسلسل، يعني هكتب هنا مثلا رقم 1 وتحتيه رقم 2، هبتدي أمسك الخليتين مع بعض، وبرضو أول ما يظهر علامة الزائد دي هبتدي أشد، وهنا بيظهر لي الرقم اللي انا عايزاه، مثلا لغايه 10 مثلا بقف لغايه هنا، فاداني ايه التسلسل ده. برضو اقدر يعني ده بيبني منين؟ لما بقف هنا على القايمه دي بيبقى في عندي مجموعه من الاوامر، في عندي نسخ الخلايا مش معلم عليها ليه؟ لان انا ما عملتش هنا نسخ، انا عملت هنا تعبئه السلسله يعني تسلسل. طب لو وقفت هنا، هنا 1، هنلاقي هنا ايه؟ نسخ الخلايا، عشان عملت نسخ. وممكن اعمل تعبئة التنسيقات فقط او تعبئة بدون تنسيق. طب في تبويب الشريط الرئيسي اللي هي علامة السهم اللي نازل لتحت دي، بيبقى فيها دي خاصة بالتعبئة التلقائي. انا لو عايزة اعمل التعبئة الاسفل او الى الاعلى او يمين او يسار، بحدد الاتجاه من هنا. بعد كده نتكلم عن الأسئلة الخاصة بالجزء ده. أول سؤال، كيف يتفاعل الملء التلقائي مع الخلايا المدمجة في الإكسل؟ الملء التلقائي يملأ النطاق المدمج بأكمله بنفس القيمة، تمام. بعد كده السؤال اللي بعديه، يتم استخدام مقبض التعبئة لتنسيق أداة الملء التلقائي برنامج إكسل؟ الإجابة هتكون صحيحة. السؤال اللي بعديه، تساعدك أداة التعبئة التلقائية على ملء الخلايا المتجاورة تلقائيا بقيمة مكررة؟ غلط، بقيمة متسلسلة. طب بتساعدك أداة التعبئة التلقائي على تعبئة الخلايا المتجاورة تلقائيا بقيمة متسلسلة للقيم الرقمية والتواريخ والأحرف التسلسلية؟ الإجابة تكون صحيحة. أي حاجة أنا عايز أعمل لها تسلسل أقدر من خلال التعبئة التلقائي.
طب بعد كده عن السؤال اللي بعديه عن استخدام أداة الملء التلقائي على خلية مدمجة، فإن الملء التلقائي سيعمل فقط إذا كانت الخلية المدمجة الأولى ضمن نطاق الملء. الإجابة طبعا هتكون صحيحة. بعد كده في سؤال بيقول لي لتغيير اتجاه الكتابة داخل الخلية من خلال مجموعة محاذاة. اتجاه يبقى محاذاة، وطبعا دي موجودة في الشريط الرئيسي. يتم تغيير نمط الجدول من خلال ايه؟ من خلال تبويب الشريط الرئيسي. يتم إنشاء قواعد تحدد تنسيق الخلايا استنادا إلى قيمتها في حالة تطبيق التنسيق الشرطي. طب يمكن التحكم في ارتفاع الصف من خلال الشريط الرئيسي في مجموعة خلايا. السؤال اللي بعديه صح أو غلط. أهمية التنسيق الشرطي تمييز خلية أو أكثر بتطبيق تنسيق محدد عليها تلقائيا استنادا إلى قيمتها على أساس شرط محدد للتمييز عن باقي البيانات. الإجابة هتكون صحيحة. تنسيق شرطي يبقى إيه؟ يبقى أنا آه، بنسق خلايا معينة استنادا إلى قيمة معينة أنا بحددها. السؤال اللي بعديه الدوالة العامة هي مجموعة الدوالة التي تقوم بتنفيذ الوظائف شائعة الاستخدام ويمكن الوصول إليها من التبويب الرئيسي. الإجابة طبعا هتكون صحيحة زي ما أخدنا مثال عليها كده وأنا بشرح، اللي هي دالة الصم أو دالة الجمع. السؤال اللي بعديه تنسيق رقم يستخدم للعرض العام للأرقام. الإجابة بتكون صحيحة. للبحث داخل ورقة العمل عن صيغة أو قيمة معينة من خلال شريط التبويب الرئيسي. الإجابة بتكون صح. في عندي حاجة اسمها بحث واستبدال في الشريط الرئيسي. يمكن تغيير القيم أو محتوى الخلية من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي باستخدام علامة التبويب الشريط الرئيسي. الإجابة برضه بتكون صحيحة. بعد كده عندي تبويبة رقم 2 تبويبة إدراج. تبويبة إدراج هي زي ما احنا شرحناها قبل كده برضو في المديولات التانية. ممكن أدرج جدول، وممكن أدرج رسومات توضيحية زي صور أو أشكال أو نماذج ثلاثية الأبعاد أو سمارت أرت أو حتى لقطة شاشة. وفي المخططات ممكن أدرج مخطط بالأشكال المتنوعة بتاعته أو أدرج حاجة اسمها بيفوت أرت. وفي عندي الجولات، وفي عندي خطوط المؤشر وعوامل تصفية. عوامل التصفية دي مهمة جدا، يعني برضو من أكتر حاجة بتميز الإكسل اللي هي الجداول وعوامل التصفية. وفي ارتباطات اللي هي أقدر أدرج لينك أو نص، مربع نص أو رأس وظل الصفحة أو وورد أرت أو أي عنصر، ورموز معادلة أو رمز. يعني الإدراج اللي احنا متعارف عليه، ولكن احنا هنركز أكتر على على مخططات وجداول. دي أكتر حاجة بتميز الإكسل. طب بيقول لي هنا يجب أن يحتوي المخطط على عنوان يشرح محتوى المخطط الكلي، وعادة ما يكون هذا العنوان في أعلى المخطط، كما يجب إعطاء عنوان إلى المحور س وإحداثيات. طب بيقول لي هنا المخطط اللي أنا بختاره لازم يبقى ليه عنوان. العنوان ده بيبقى موجود في الأعلى، وهو ده اللي بيشرح محتوى المخطط الكلي. نقل المخطط إلى ورقة عمل أخرى. ينفع أنقل عادي مخطط إلى ورقة عمل أخرى، يبقى يمكنك نقل المخطط إلى ورقة جديدة أو ملف آخر باستخدام خيارات نقل المخطط من علامة التبويب تصميم. هنختار نقل المخطط من تبويب تصميم، أو ممكن أعمل له كوبي وأعمل له باست في حتة تانية. طب الأسئلة اللي جت على الجزء ده بيقول لي يجب أن يكون للمخطط عنوان يوضح المحتوى الإجمالي للمخطط، وعادة ما يكون هذا العنوان موجود أسفل المخطط. الإجابة بتكون غلط، احنا قلنا العنوان بيكون في أعلى المخطط. طب السؤال اللي بعديه يجب أن يحتوي المخطط على عنوان يشرح محتوى المخطط الكلي، وعادة ما يكون هذا العنوان في أسفل المخطط. احنا قلنا برضو الإجابة غلط، طالما عنوان يبقى في أعلى المخطط. النهاردة كده احنا خلصنا الجزء الأولاني في موديول الإكسل، تحول رقمي عربي. ان شاء الله في فيديوهات هتكمل بقية المديول، لان المديول ده فيه تفاصيل كتير جدا واسئلة كتير، فاحنا مقسمينهم عشان يبقى الاستفادة واضحة ونقدر نغطي كل الاسئلة على كل جزء. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة عشان نقدر نستمر معاكم. احنا بنجتهد وبنحاول نوصل المعلومة قدر المستطاع علشان الفهم يبقى هو اساسنا، عشان لو دخلنا الامتحان وصادفتنا اي سؤال بره حتى الاسئله اللي احنا واخدينها كامثله ورا كل تبويبه، يبقى احنا فاهمين ونقدر ان شاء الله نحلها.